نومي. استيقظت الأم مبكرا وبدأت تعد طعام الإفطار، وكان الأب يساعدها في إعداد الطعام وتنظيف البيت. بعد قليل استيقظت بسمة وبدأت تستعد بنشاط لبداية يوم جميل، وطلبت منها الأم أن توقظ أخاها باسم. دخلت بسمة إلى حجرة باسمة وحاولت إيقاظه، ولكنه كان مستغرقا في النوم وأتعب أخته كثيرا في إيقاظه. استيقظ باسم واعتذر لأخته على إجهادها في إيقاظه، وأخبرها أنه لم يعد يستطيع النوم جيدا في الفترة الأخيرة. وبعد تناول الإفطار استقل باسم وبسمة حافلة المدرسة، ولكن باسم لم يستطع الانتباه لشرح المعلمة، وعندما سألته المعلمة سؤالا لم يستطع الإجابة عليه. اكتشفت المعلمة أنه لم يكن منتبها طوال الدرس. بعد انتهاء الدرس استدعت المعلمة باسما في مكتبها وقالت له: ما سر عدم تركيزك في الفترة الأخيرة؟ قال باسم: لا أستطيع النوم جيدا وأفقد تركيزي. وأخبرها أنه يؤخر واجباته المدرسية ويقوم بها قبل النوم. وكان باسم يقرأ عددا من المقالات على الإنترنت من خلال هاتفه وهو في سريره يستعد للنوم. قالت له المعلمة: عليك أن تنام مبكرا ولا تستخدم الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، فإنها تسبب خللا في الهرمونات يفقدك القدرة على النوم باسترخاء. بدأ باسم بالنوم مبكرا وامتنع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، فاستمتع بنوم هادئ ويوم نشيط.